مرة أخرى معي كابتن المنتخب اليمني أحد نجوم هذه البطولة، تألق بشكل واضح وتألق بشكل لافت بعد تقديم أفضل مستوياته في هذه البطولة. معي الكابتن عادل عباس كابتن المنتخب اليمني. ألف مبارك، التتويج باللقب الثاني لكم في هذه البطولة. كابتن عادل، قدمتم مباراة كبيرة، قدمتم بطولة كبيرة، ظهر شكل الفريق والمنتخب اليمني مغايرا عن باقي المنتخبات. والحقيقة الحمد لله وألف مبروك جمهورنا الشعب اليمني، ونحن استحقنا المباراة، قدمنا مباراة يعني استحوذنا على المباراة وقدمنا أداء مميز في البطولة، وربك أكرم نحن والحمد لله حققنا البطولة. ونحن نلعب مش لاجل أنفسنا، نحن نلعب لاجل هذا الجمهور. الحمد لله الله أكرم نحن بأن نسعدهم والحمد لله. كابتن عادل، أحاسيسك بعد هذا الفوز، بعد هذا الإنجاز الثاني للمنتخب اليمني؟ والله قد شفتوا الإنجاز الأول، يعني فرحة ما توصفش. نحن نلعب مشان هذا نفرحهم. الآن الله أعلم كيف الناس، حال الناس في اليمن الآن، هذول هنا مبالغ داخل اليمن، يعني حاجة ما توقعش. الحمد لله اللهم لك الحمد. أيضا تألق واضح بالنسبة لك كابتن عادل في هذه البطولة، أحد نجوم هذه البطولة، أحد مكتسبات هذه البطولة، لتكون رافدا للمنتخب الشباب والأولمبي والفريق الأول إن شاء الله. أول حاجة أقول الحمد لله، وإذا أنا كنت يعني مبدع في البطولة فهذا بسبب زملائي، هم سند لي وأنا سند لهم، والحمد لله يعني بفضلهم أنا يعني أبدعت والحمد لله. كلمات توجهها للجمهور ولمحبي الكابتن عادل ولكل من تابع هذه البطولة من اليمن؟ والله يعني أشكركم من كل داخل أعماق قلبي، وهذا اليوم يومكم، عرسكم أهل اليمن، وافرحوا بما شئتم والحمد لله. شكرا جزيلا كابتن عادل. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.